ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت وصفه بانيه، بس عايزه اقول لكم بصوص يجنن، جميله قوي قوي بجد. هنا اول حاجه طبعا معايا بانيه صدور فراخ، ومقطعاها كده حجم بصوا متوسط زي ما هتشوفوا. بصوا بالحجم ده، يعني ما تكونش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، كده معقول يعني. وهنا عندنا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، فلفل الوان تمام. الوصفه ما فيهاش طماطم، بس عايزه اقول لكم بصوص جميل قوي. وهنا معايا كوبايه ميه طبعا، ونص كوبايه ليمون، عصير ليمون. وهنا حبيت توم كده مهروسه، ومعلقه زيت صغيره، معلقه سمنه. وطبعا التوابل بابريكا وكاري وبصل بودر وتوم بودر، فلفل اسمر وكمون وكزبره، تمام هي دي. وطبعا كام واحده قرنفل. بصوا تمام كده. كده خلاص. طبعا طاسه معانا على البوتاجاز وهنسخنها. طبعا انا لحد ما بسخن الطاسه على البوتاجاز هدي كده رشه بسيطه طبعا من التوابل. وطبعا البانيه ده مغسول كويس جدا، تمام. ورشه ملح برضو. وهنا هنزل بمعلقه الزيت الصغيره على الطاسه، وهتسخن كده قوي على نار عاليه. وهنزل بالشرايح البانيه بتاعتي، تمام. والبوتاجاز يكون عالي عشان الفراخ معانا ما تنزلش ميه كتير. طبعا هي ما نزلتش ميه عشان خدت صدمه، وانا حمرتها كمان فوق وتحت. بتحمريها كده، اول ما تحمر هنقلبها. بصوا كده انا بدوس طبعا، واللي عايزه اقول لكم النار عاليه عشان طبعا تاخد لون. بصوا كده، اول ما خدت لون كده ذهبي هنقلبها. ولازم طبعا شرايح البانيه تحمر معايا وتاخد لون. طبعا نزلت بمعلقه السمنه عشان هنزل هنا كده في النص بمعلقه الثوم المهروس، تمام كده. وهقلبها كده شويه. عايزه اقول لكم كانت الريحه تجنن، الريحه بجد بجد قلبت الدنيا. بجد جميلة قوي، احسن من البانيه اللي هو بيكون محمر وكده. انا عاملاه محمر برضو على قناتي، بس الوصفة دي خفيفة قوي وعجبتني قوي، كمان صحية قوي للناس اللي مش بياكلوا حاجات فيها محمرات وقرمشات وكده. هنزل كده بيدوب كده ربع كوباية مية، وهسيبها طبعا تستوي. وبعد ما تستوي نرجع تاني. بصوا كده فيها صوص بسيط، انا عايزة الصوص ده طبعا. هحط كده القرنفل، برضو هنشوفها استوت. لو ما استوتش هنغطي عليها تاني وعلى نار هادية، مش معلية البوتاجاز في الوقت ده، يعني النار تكون هادية، تمام. كده خلاص. هنزل كده بنص كوباية عصير الليمون، يعني كده تقدري تقولي كده ربع كوباية عصير ليمون. وهنزل بالتوابل بتاعتي طبعا اللي قلنا عليها، وهنقلب، تمام كده. هتشرب كده ميتها شوية، وهننزل برضو بالفلفل الألوان، تمام كده.
نزلت كده بيها، وعايزه اقول لكم هنا بقى سر الخلطه جميله قوي قوي، كمان خفيفه، مش ضايفين بصل ولا اي حاجه، هو التوم وبس. وعايزه اقول لكم طعمها كان جميل قوي بجد يعني. هنقلب كده لحد طبعا المكونات كلها تتجلس مع بعض، وهغطيها كده 10 دقايق بالظبط. بصوا كده شربت الصوص بتاعها. لو لقيتي كده بصوت جميلة قوي بجد. لو لقيتي ما شربتش الصوص طبعا لازم تخليها تشرب الصوص. بصوا بقى جنبها طبق سلطة، عايزة اقول لكم جميلة قوي. لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة ام كراس يشترك. ده كان فيديو النهاردة، بصوا جميل قوي وخفيف جدا وبسيط وصحي وآمن جدا للناس اللي بيحبوا الأكلات الصحية. بجد خفيفة قوي، طعمها جميل قوي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي حبايب قلبي.